لفقرة الحكم الدولي محمود البنا المأذون، وتعالى اوريك بعض بقى اللقطات التحكيمية اللي دايما تيجي في ماتشات الاهلي. عندك اللقطة دي، بص، بلطجية لعيبة الاهلي جريت على الشيبي ضرب، والشناوي داخل يضرب ومعلول يضرب. اسمع مدحت شلبي بيقول ايه. والنبي ما تعيدها تاني، الله يخليك، كفايه كده، والنبي ما تعيدها تاني، كفايه كده. بص في الاخر بقى محمود البنا بيعمل ايه. مظهرنا كده ابدا. ادى انذار للاعب بيراميدز، بص، بلاتي توريه اللي هو كان بيحوش عن زميله، وحمدي فتحي، وفي اصلا الشناوي المفروض ياخد انذار، وعلي معلول، وممكن يحصل حالات طرد. بص بقى، تعالى بقى بص اللقطه دي. بص الشناوي الكوره وقعت معاه، فخر الدين بن يوسف خد الكوره. بص فخر الدين بن يوسف الكوره قدامه، جون فاضي قدامه، هيعمل ايه؟ هيحطها جون. الشناوي يقوم حاضنه، واخده بالحضن، منعه. مفيش في نفس الماتش ده بتاع المصري، بتاع لقطه فخر الدين بن يوسف، في لقطه ثانيه لفخر الدين بن يوسف طالع في الهواء، وطلع مع ياسر ابراهيم واداله كوع في الهواء، حرفيا ضربه جزاء ثانيه 100%، وبرضك لا يرى لا يسمع لا يتكلم. ده محمود البنا. هنا في اول ربع ساعه في ماتش الاهلي وبيراميدز، احمد توفيق يستاهل انذار وفاول، بس ما تستاهلش طرد. انت لو بصيت، بص لو بصيت هتلاقي يعني ايد احمد توفيق مفروده، يعني هو داخل حاطط جسمه وبيحجز بايده عشان ياخد الكره، او عشان يمنع لاعب الاهلي اللي هو كريم الدبيس ان هو يوصل للكره. فهي ايده يعني بيحضن كده بقى، قامت جت في وش او جت في دقن طبعا كريم الدبيس، وهنا ايده طبعا مش مفروده، مش متنيه، ما فيش كوع يعني رسمي، فاهم نظمي. الكره تستاهل فاول وانذار. ادى طرد لاحمد توفيق في اول ربع ساعه. زي ما انت هتشوف الكره ما تستاهلش حرفيا، لا ترتقي. انا شايفها لا ترتقي. لا ترتقي. وزي ما قلنا قبل كده 100,000 مرة، لو الكور دي عكسية والأهلي هو اللي قدام، يعني مكان بيراميدز أو مكان أي فريق بيلعب قدام الأهلي، عمر ما القرارات دي هتتنفذ على الأهلي بالطريقة اللي هو بينفذها على الفرق المنافسة. وطبعا بقى دي احدث حاجه، طبعا الكورتين بتوع الكره بتاع كوكا والكره بتاعت ياسين مرعي. وحتى لو هي الكور دي ما تتحسبش ضربات جزاء بنص القانون زي ما الناس بتقول والكلام ده كله، اصل هي جايه خبطت في زميله وهي جايه في ايده قبل ما تيجي في ايده، او خبطت في رجله والكلام دوت كله. لو الكور دي للاهلي والاهلي خسران 2-1 والكور دي في الدقيقه حاجه و90، مستحيل كان يجرؤ ان هو ما يحسبهاش. الزتونه بقى من الموضوع ده كله اللي عايز اوصلها لك، حكم هنفترض حسن النيه، محمود البنا الاخطاء اللي بيغلطها دي مش مقصوده، تمام؟ ليه انا كاتحاد الكوره او لجنه المسابقات لما اجي اعين دايما احط محمود البنا في الماتشات المهمه والماتشات المصريه للنادي الاهلي قدام بقى مثلا بيراميدز، الزمالك، ايا كان، في السوبر، في الدوري، ايا كان. طب ليه ماتش زي بتاع السوبر دوت بتاع السيراميكا، بدل ما اجيب محمود البنا للاهلي اجيب محمد معروف اللي هيحكم الزمالك وبيراميدز، اجيبه في ماتش الاهلي واجيب محمود البنا في ماتش الزمالك، عشان اطلع بره الاشكاليه دي واطلع بره اللغط دي واريح دماغي. انما ليه مصمم على محمود البنا؟ ده اللي نفسي افهمه، وده اللي حد يفهموني. وصلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم. مش تعمل لي فولو بالله عليك، ما تنسى. ربنا يهديك. سلام.